ينبغي لكل شيعي أن يحمل مخزون من روايات أهل البيت تحرك العواطف عنده، والروايات كثيرة في هذا الباب. المخزون التراث الموجود عندنا بأيدينا ضخم جدا، وأنا أعتقد أنه ماكو شيعي إلا ويحفظ رواية أو روايتين في الربط بالحسين، من شأنها أن تحرك العواطف تجاه الحسين بشكل دائم ومستمر. والأئمة عليهم السلام تحدثوا كثيرا عن هذه القضية، سواء الروايات اللي نقلت بياناتهم اللفظية أو التي نقلت مواقفهم عليهم السلام العملية. خل أعطيكم بعض هذه الروايات اللي تشكل مخزون ينبغي الحفظ أخواني. يعني لما تخلي هالمخزون في ذاكرتك أو في ذهنك وفي قلبك، هذا من شأنه أن يدفعك يوميا لا أقل أنك تبقى مع الحسين. أكو رباط قوي بينك وبين الحسين. الرباط العاطفي مهم، مضافا إلى الرباط الآخر، الرباط العقلي والرباط المبدئي والرباط العقائدي. أكو رباط عاطفي مهم جدا هذا. خل أعطيكم بعض هذه الروايات. الرواية الأولى عن الإمام الرضا عليه السلام، يقول: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. بعدين شو يقول؟ وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. مو يومين ولا 3 ولا 13 يوم. الكرب والبلاء اللي في نفوس أهل البيت، اللي يمثل محرك عاطفي قوي تجاه قضية الحسين وقضيته ومصيبته. هل هو 13 يوم؟ لا. وأورثنا الكرب والبلاء إلى شنو؟ إلى يوم الانقضاء. شنو يوم الانقضاء؟ يوم القيامة. إذن الشيعي لما يحفظ هذه الرواية كمخزون روائي عن أهل البيت عليهم السلام، يعرف حجم اللوعة، حجم الهم، حجم القضية، ضخامة المسؤولية التي يريد أهل البيت يربون عليها تجاه الحسين وقضية الحسين عليه السلام. الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا في رواية عن الإمام الصادق شبيهة بها. يقول النبي صلى الله عليه وآله: إن لفقد الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. لا تبرد، هذه مستمرة متوهجة. زين، هذه مما نحفظه، لأنها يشكل عنصر أو مخزون يدفع الشيعي إلى أن لا ينسى الحسين عليه السلام.